أسعد الله مساءكم وأهلا بكم في هذه الحلقة. خلوني أبدأ بخبرين مرتبطين بالحلقة السابقة، حلقة يوم الاثنين الماضي، اللي كنا تكلمنا في البداية في المقدمة عن جزئية الشهداء البدون. الشهداء البدون تكلمنا عنهم وأن يتعرضون لظلم في مجلس الأمناء، وخصوصا في مكتب الشهيد اللي يتبع للديوان الأميري ويرأسه فاطمة الأمير مديرة المكتب، ويرأس مجلس الأمناء الشيخ ناصر صباح الأحمد اللي هو وزير الديوان الأميري. وقلنا أن يتعرضون للظلم ولا نفذوا مجلس الأمناء المرسوم الأميري الصادر سنة 91 بتجنيس هؤلاء، وحاولوا يفرزونهم كما يفرزون الناس، يعني أو بعض الدوائر الحكومية والوزارات كما تفرز الناس الأحياء. هذا المجلس، مجلس الأمناء، يعني فرز الشهداء رحمهم الله، شهداء الوطن، سواء شهداء الواجب ولا شهداء عمليات الغزو وغيرها. الغريب أيضا أنه يعني شهداء التحرير، شهداء غزو الكويت، شهداء غزو الكويت اللي يقولون هذول لازم يجنسون، 14 واحد لازم يجنسون، غيرهم لا. هذول ال 14 أبناء واحد من هذولا يروح يراجع يبحث عن وظيفة، يقولون له عطنا كتاب من الجهاز المركزي للبدون اللي هو يرأس صالح الفضالة، أو عطنا كتاب من مكتب الشهيد. لا هذول يعطونه ولا هذول يعطونه. يقول انتثرت كرامتي على أرض مكتب الشهيد ولا قدرت أحصل كتاب. هذا هو واحد من أبناء شهداء الغزو. على أي حال، بعد حلقتنا اللي كانت يوم الاثنين، اجتمع اليوم مجلس الأمناء برئاسة الشيخ ناصر صباح الأحمد، وحضر صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي للبدون، وحضر الشيخ أحمد النواف مدير الجنسية، وحضرت أيضا فاطمة الأمير مديرة مكتب الشهيد. وطلب منهم رئيس مجلس الأمناء الشيخ ناصر صباح الأحمد أن يعني يبدأوا الخطوة الأولى حالا، وقال لهم، قال أن هذا الأمر لا يجوز والاستمرار فيه لا يجوز، يجب أن نبدأ حالا ونعطي كل ذي حق حقه، والآمال معقودة عليك يا شيخ ناصر صباح الأحمد، وأرجو ونرجو أن لا تخيب آمالنا، وفي خصوصا في يعني هؤلاء البدون، أن يأخذون حقوقهم ويكرمون الآن على الأقل، بس يأخذون حقوقهم، ردوا لهم حقوقهم. هذا خبر من الحلقة السابقة كان مرتبط بالمقدمة. كان موضوع الحلقة السابقة عن شركات الاتصالات وشركات الإنترنت، وتكلمنا عن ملكية الرقم، أن الشخص الواحد، كل شخص يمتلك الرقم اللي اشتراه، ما تمتلكه الشركة، فهو يعني الحق له، وهو حر أن ينتقل من شركة إلى شركة على كيفه بفلوسه، ينتقل من شركة ألف إلى شركة باء إلى شركة جيم إلى شركة دال كيفه. الرقم ملكية شخصية. تكلمنا عن هذا الجانب. اليوم صرح وقلنا بعد أن وزراء المواصلات المتعاقبين والمسؤولين المتعاقبين كل واحد يطلع يقول آخر السنة بنحل الموضوع، وتروح السنة ويجي سنة وراها وتروح السنة اللي وراها ويروح اللي وراها ولا نحل الموضوع. اليوم صرح وزير المواصلات سالم لدينا بأنه بعد 8 أشهر من الآن ستنتقل الأرقام، سنسمح بنقل الأرقام. 8 أشهر يعني نهاية السنة، يعني شهر ديسمبر، شهر 12 آخر السنة. الله يستر هالتاريخ هذا، كلمة آخر السنة هذه مخيفة. هو ما قال آخر السنة، قال بعد 8 أشهر احسبوها يطلع لكم شهر 12، احنا الآن في شهر 4. على أي حال، عموما ونتجاوز ونقول ماشي، راح نغفر ما مضى، على الأقل بس نفذوها المرة. مصداقيتك يا سالم لدينا يا وزير المواصلات على المحك في هذا الجانب. الناس تنتظر هذا الأمر، وهذا الأمر يلامس الناس ويلامس بيوتهم ومصاريفهم. طيب، هذا بالنسبة للخبرين اللي قلت لكم عنها اللي مرتبطين بالحلقة السابقة. الآن خلونا نتكلم عن أمر أراه مهما جدا، الكثير منا يراه مهما جدا، إلا مسؤولي الدولة يشوفون أنه شيء عادي ولا يعنيهم شيء ولا يهم، وهو الأغاني الوطنية. الأغاني الوطنية، ويعني الكلام هذا اللي بقوله بحط تحت 20 خط، لها لها مهمة رفع الروح المعنوية، بث الحماس، رفع الولاء ترى مؤشر يرتفع وينزل على حسب الدولة وتعاملها مع أبنائها في الكويت ولا غير الكويت. الأغاني الوطنية الحالية مردودها عكسي سلبي، اللي متحمس يبرد حماسه، واللي عنده ولاء يقل ولاءه، واللي روحه المعنوية عالية يحبط ويقعد يعني يلطم ويندب.
بسبتها الأغاني الوطنية، أغاني وطنية كسيحة مشلولة تكسر الوجه، لدرجة أنه والله أنا كعسكري سابق كنا ندور على أغنية وطنية يشيلها وحنا نهرول الصبح، كل صبح يهرولون العساكر كما تعلمون، ولا لقينا شيء إلا يعني واحدة ثنتين نكررهم يوميا. نبي أغاني يشيلها، نبي شيلات يشيلونها العساكر معكم. شوفوا الحرس الوطني أنكى وأدهى وأمر يشيلون أغاني سعودية، مع أن السعودية أهلنا وربعنا، ما لقوا أغاني كويتية، يشيلون شيلات سعودية لأنها تتحدث عن الحرس الوطني. قصيدة لبدر عبد المحسن، بدر بن عبد المحسن، الأمير بدر بن عبد المحسن، شعر عظيم خصوصا في الأغاني الوطنية. في الأغاني الوطنية تحديدا ذكرنا تكلمنا قبل كم يوم وعرضنا مقطع لأغنيته دارنا مثل العروس وكلنا خطاب اللي غناه محمد عبده أثناء الغزو. بدر بن عبد المحسن هذا الرجل كنز للأغاني الوطنية السعودية. الربع عنده هني أبدا الأغاني الوطنية سيئة وسلبية ويجب أن يحاسب، أنا برأيي يجب أن يحاسب اللي سمح ببثها. خلنا نقول الشاعر يعتقد أنه شاعر، اللي ألف الأغاني الوطنية الكويتية الحالية، الشاعر يعتقد، كل شاعر كل واحد يكتب له بيتين أو ثلاثة يعتقد أنه شاعر. الآخرون هم يدركون، أو يعني المتخصصون يعرفون إذا كان هذا شعر حقيقي ولا شعير، يميزون. طيب الشاعر يعتقد أنه شاعر، ما حد يعني نبهه. الملحن ما هو اختصاصه، خلينا نقول اختصاصه دو ري مي فا صول لا سي والكلام هذا، ما هو اختصاص شعر. الفنان المطرب خلينا نقول انه صوته حلو، حنجر مجرد حنجره ويغني، مع انها الفنان هو من يجيد، مش بس يغني، يجيد اختيار الكلمات. من اكبر الفنانين من ام كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبده يعني كبار الفنانين العرب والعالميين لازم يكون عندهم حس لانتقاء الكلمات والمفردة، ويعرفون ايش معنات هذه وشنو الصورة البلاغية وشنو الكناية وشنو الوصف، يعرفون. طيب الفنان ما يدري وما يعرف، وخلنا نقول ما هو اختصاصه. والملحن قلنا، الموزع الموسيقي قلنا، المخرج ماشي ما عنده إدراك. القناة اللي تبث ما عندها أحد يقول لها هذا الكلام خطأ، هالأغاني الوطنية هذه أغاني كارثية تجلب الكوارث، تجلب الصمرقع للشعب، ما يجوز. أغنية يعني الشاعر إجمالا إذا ما كان خياله محلق كالنسر في شواهق القمم ولا ما هو شاعر. يطلع لي يقول ترابك وما يعني رؤية محدودة ونظرة محدودة، ولا كناية ولا تشبيه ولا تصوير ولا ليش؟ كل واحد يقول القصيدة اللي يبي على كيفه، لكن على القنوات ألا تبث إلا القصيدة الوطنية أو الأغنية الوطنية اللي تستحق. خلنا بنشوف واحدة من الأغاني الوطنية هذه اللي أقول لكم كسيحة ومشلولة وتكسر الوجيه، خلنا نشوفها ونعلق عليها شوي وبعدين نشوف ايش اللي عندنا. ليش افتخر، ليش اشعر اني غير عن كل البشر، ليش افتخر، ليش افتخر بابا، ليش اشعر اني غير عن كل البشر، ليش افتخر، لأن الكويت بلادي أرضي وأرض أجدادي، لأن الكويت. والله يقولوا لي شنو الصورة؟ ليش تفتخر؟ تفتخر من قصيدتك هذه كسرت وجه هذه بشار، أقسم بالله تكسر الوجه يا رجل. هذه قصيدة أقسم بالله ما يسمعها حتى أخوي اللي جنبي، أستحيل أغنيها قدامه، لأن الكلمات خلينا نقول بشار ما عنده الرؤية الشعرية ولا عنده قدرة على تمييز الشعر، لكن الناس اللي حواليه، الجمهور اللي مستانس، هذه أغاني أيام يعني مثل ما قلت لكم قبل شوي نتكلم عن العساكر، هذه أهم جزئية، أنه يجب أن الدولة توفر أغاني وطنية لعساكرها. أيام العسكرية كنا نتذكر شيلات العراق، حنا سباع ندق القاع، هذه شيلات ما هي قصايد، ندور لنا شيلة عليها قيمة ما، ويا حوم اتبع لجرينا يقولون الجيش العراقي قبل على وقت المقبور صدام، حنا ندور شيلات، شيلة شيلتين ما عندنا إلا هي ونكررها، وقصايدهم هم من أجمل وأقوى القصايد. حنا قصايدنا الواحدة منا عن 10
الله لا يفرقنا. كلام والله ما تدري منين جمعوه ولا صبغوه وحطوه. شوفوا القصيدة الثانية هذه، الأغنية الوطنية الثانية هذه كارثة الكوارث. كلكم حبة منادول وتابعوا هالأغنية هذه. ما ينعرف قدرك يا أجمل الأوطان، وما ينسي اسمك محفور في الوجدان. زولك يطاردني في الحل والترحال، وترابك يردني لو صار مهما صار. ما ينعرف قدرك يا أجمل الأوطان، وما ينسي اسمك محفور في الوجدان. زولك يطاردني في الحل والترحال، وترابك يردني لو صار مهما صار. شوف الكلمات هذه سجلناها من عظمتها يعني. ما ينعرف قدرك يا أجمل الأوطان، وما ينسي اسمك محفور في الوجدان. زولك يطاردني البلد الوطن، زوله يطارد الأخ في الحل والترحال، وترابك يردني لو صار مهما صار. لا تسألني عن القافية. آن آل آر، باقي آز آط ما حطها، والباقي وكل الحروف اكتملت. الأوطان، الوجدان، الترحال، صار. كيفه؟ كويتي ما حد يقول له شيء، شاعر. هذه الأغاني هي اللي تجيب لنا البلاء، هي سبب الكآبة في الكويت أكثر من الزحمة. الأغاني الوطنية هذه، الكويت تعاني مرضا شديدا هو أحد أسباب الوهن. والله الأغاني الوطنية اللي يا حكومة يلي ما أنت مهتمة في هذا الجانب، والله من أهم الأمور. الأغاني الوطنية هذه يتعب عليها الناس، مسؤولين الدولة، وقد تعمل فيها الاستخبارات في الدول العالمية ويتعاملون مع علماء النفس. شنو هو الشيء اللي يحمس الناس ويرفع الولاء ويهدي الأنفس ويصيغون لهم أغنية وطنية ويقدمونها بشغل عدل. الله يرحمك يا مرشد البذالي أو البذال، الله يرحمك يا مرشد، وقصيدتك حنا فدايا البلد. هذه النوعية من القصائد اللي تحمس وتخلي الجندي جاهز لمصامخ الجيوش، جاهز بعد هذه القصائد وهذه الأغاني. لكن راحت. هل يتكرر مرشد البذال؟ هل يتكرر الملحن اللي هو سليمان الملا في أغاني وطنية جديدة؟ خلونا نشوف حنا فدايا البلد ونرجع. يعني هذه الأغاني اللي افتقدناها حقيقة. مرشد البذال رحمة الله عليه صاغ كلمات على فكرة في نفس الشريط في أغنية أيضا ثانية من أقوى الأغاني مثل هذه وأقوى يمكن. مرشد البذال مات رحمة الله عليه جسدا، لكن بقيت ذكراه وأغانيه نرددها كلما تذكرنا الأغاني الوطنية. الآن قناة اليوم ومن خلال هذا البرنامج تبنت فكرة معينة، قلنا هالأمر هذا ما له علاقة بالبرلمان عشان نحمل المسؤولية النواب، حنا راح يعني نباشر مسؤولياتنا ونطرح الفكرة كالتالي. الدولة ما هي المطلوب منها أن توفر شعراء، المطلوب الناس يبادرون، الناس اللي عندهم قدرة على صياغة شعر يزأر به الأسود
يعني ما لا يجيني يقول لي حنا البنات بروحنا، ولا والله يا دار شو يقول زولك يطاردني ما زولك يطاردني، والكلام الهبني هذا. لا لا لا، نبي قصيدة رجال، قصيدة جيوش تغنيها الجيوش وهي مفتخرة، يغنيها العساكر إذا قطوا قمصانهم وبقوا في الفنايل وراح يركضون الصبح بفخر وشموخ. قصيدة تبث روح الحماس وتغلي الدماء عليها. لذلك نبي قصيدة، نبي قصائد وطنية. احنا شو اللي نفكر فيه؟ نفكر في بث أغاني وطنية على هذه القناة، تعطى الأوقات أوقات الذروة، وتعطى الاهتمام الإعلامي والمطلوب، شاعر، ملحن، مخرج، فنانين، هذه لاحقا. بس أهم شيء، أهم عنصر في الأغنية اللي هي القصيدة، كلماتها تكون كلمات الناس يعني يفهمون معنى كلمة الأغنية الوطنية، والأغنية التي تصلح لعساكر الجيش وعساكر الحرس وعساكر الداخلية. سنضع لكم إن شاء الله إيميل البرنامج، ابعثوا لنا قصائدكم وسننتقي إن شاء الله منها ما يليق بإذن الله. هذا الإيميل طلع أمامكم على الشاشة، أرجو أنه يعني يبقى على الشاشة طويلا حتى يسجلوه. هذا الإيميل ابعثوا لنا القصائد، كلمات لم تغنى طبعا من قبل ولم تنشر من قبل، كلمات جديدة تدور فكرتها على الوطن فقط، الوطن، وتغنى في جميع العقود والأجيال والسنين، يغنيها جميع الأجيال والسنين، ليست مرتبطة بأحداث معينة. أغاني للوطن، نكرر، أغاني تصلح للعساكر، أغاني تبث الروح الحماسية وترفع معدلات الولاء. هذا الإيميل أمامكم إن شاء الله. بعد الأغاني سننتقل للمرحلة اللي وراها، اللي هي الملحنين والموزعي الموسيقى والمخرج، وبعدين راح ننتقل إلى البحث عن فنانين. وأنا أعتقد يعني الفنانين جاهزين أن يغنوا أغاني وطنية متى ما وجدوا أغاني وطنية مستحقة. طيب، هذا بالنسبة للمقدمة. بعد قليل إن شاء الله سأتحدث عن أمر خاص بالصحة، ولا علاقة بالاستخبارات، لا علاقة بالأمن. أتمنى على الأخوة في جهازي أمن الدولة واستخبارات الجيش أن يكونوا مركزين معنا، يكونون حاضرين هذه الحلقة ومعهم أوراقهم وأقلامهم، لأن في معلومات سأقولها نتمنى عليهم أن يتابعوا وراءنا هذا الموضوع ويتأكدوا من صدقية هذه الأخبار ويتابعوها إلى منتهى. بعد قليل وحديث عن الكارثة في وزارة الصحة.